ايمن يروح لرضا، يرقص رضا وماشي، انما في فاول، ضربه حره مباشره وهل في كارت اصفر؟ كارت اصفر لاسماعيل يوسف، وعرضيه من طلعت منصور انما يطير عليها احمد شبير. عبد الجليل ابراهيم وعرضيه انما يطير عليها على طول، يطير عليها حسين السيد يوسف. معروف ان رجليه جامده محمود، انما المسافه من نص ملعب نادي الزمالك زي ما احنا شايفين. جاسر محمود ويشوت وضربه مرمى لنادي الزمالك، وحيطه من النادي الاهلي وطلعت تلعبها بجوار القايم، ضربه مرمى للنادي الاهلي. ايمن منصور يلعبها اماميه لايمانويل، وعمرو الحديدي، يعدي ايمانويل وماشي ايمانويل، انما يقابله علاء عبد الصادق. بدا يبقى في نشاط ملحوظ في الدقيقه دي للنادي الاهلي، وتسويبه من حسام حسن، اول تسويبه قويه من النادي الاهلي لحسام حسن زي ما احنا شايفين، وتتلعب بينيه لياسر ريان، وياسر ريان يعدي ويطلع حسين السيد وينقذ فرصه كبيره جدا من على رجل ياسر ريان. 6 انذارات، ده كارت احمر، لمحمد يوسف. طلعت منصور، عفت نصار، وبيجري له ايمن، وبيجري له ايمانويل، ويلعبها لايمانويل، وموه ايمانويل ويحط الكوره في الاول. شوبير طلع له في توقيت مظبوط جدا 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 ايمانويل، ولو ما كانش طلع شوبير في التوقيت ده كان فعلا كان هينفرد منه لشوبير تماما. اشرف يوسف لعفت نصار، ياخدها رضا عبد العال لياسر ريان اللي بيتاخر دلوقتي في خط الظهر، ياخدها منه عفت ويعدي وماشي وعاوز يشوط، وشاط شوطه جامده، انما احمد شوبير يمسك. عفت نصار، اسماعيل يوسف، بدا مرعي يطلع اهو ناحيه الشمال ويلمها مرعي ويلعبها عرضيه، انما نتابع شوبير وتطلع من الناحيه الثانيه بره، ضربه مرمى. يعدي من اسماعيل وماشي رضا ويلعبها لابو الدهب، وابو الدهب عاوز يعدي من اسماعيل ويلعبها عرضيه تخبط في دماغ هشام ياكل وتتحول ضربه ركنيه، وكان حسام مستنيها. اخطر كوره للنادي الاهلي في الشوط الثاني ده اسماعيل يوسف. يفتح اللعب لعفت نصار، يلعبها تخبط في الحديدي وتروح لاشرف يوسف لعفت نصار لايمانويل، بيستقبلها ويشوط قنبله. استقبلها حركه بحركتين، واحده ولف وسطه وما عطاش فرصه ابدا للمدافعين ان هم ينقضوا عليه. والزمالك كامل، انما في خطوره على المرميين. وادي ايمانويل يقابله على عبد الصادق الاسماعيل وخالد الغندور ويشوط شوطه جامده. اسماعيل يوسف يريحها لخالد الغندور، وخالد وش رجله وشوبير العظيم، وادي خشبه يلعبها يقطعها اشرف يوسف، وماشي اشرف عاوز يعمل هات خد، يلعبها المرعي، يلمها مرعي ويلعبها عرضيه. ابراهيم حسن ينقذ فرصه كبيره جدا جدا من كره ايمانويل، انقذ ابراهيم حسن، اقول جول او فرصه اكيده من كره ايمانويل. برافو ابراهيم حسن، مغطي النهارده كورتين من ايمانويل. رضا عبد العال ماشي، رضا ومعاه سامي، رضا وسامي، انما دخل في الزحمه طبعا. ياخدها طلعت منصور ماشي ويلعبها لاشرف، واشرف عاوز يشوط وشاط، يمسكها شوبير وترد من ايده وتروح لابراهيم حسن. سامي الشيشيني، اسماعيل يوسف، اشرف يوسف، ايمن منصور، ويشوط شوطه جامده. هو جول الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 41 من قذيفه من ايمن منصور. الكل كان متوقع ان هو هيدي اشرف من الغلط، طلع الكوره ولعب قذيفه في المقص الشمال زي ما حضراتكم شفتوها. اهو هنشوفها اشرف جري على انه هياخدها، صلحها ومرتين واطلق قذيفه في المقص الشمال. يتقدم اسماعيل يوسف، يرقص ويعدي من رضا ويلعبها لاشرف يوسف في الشوط الثاني. قام بوجه الهجوم ومستغل ان جابها هنا محمد يوسف
شمال النادي الاهلي محمد يوسف لما اتطرد، ثابت فراغ، رضا، هادي، هشام ياكل، سامي الشيشيني يفتح اللعب لمرعي ناحيه الشمال، يلمها مرعي وماشي عصام بيلعب كوره عرضيه عاليه، احمد شوبير يحولها ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لنادي الزمالك. هنا تقريبا انتهى الوقت الاصلي للشوط الثاني والمباراه، ونادي الزمالك متقدم بهدف احرز ايمن منصور في الدقيقه 41 من هذا الشوط. الغدون وعرضيه ايمانويل ويطلع شوبير برضه التوقيت مظبوط، بتطلع كوره بره الملعب قوي. الغدون وايمانويل وشوبير طالع في توقيت مظبوط. حسام، واخيرا يصفر الحكم الدولي من جنوب افريقيا فترة بانتهاء الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك بكأس السوبر. النهارده عاوز اقول ان مصر هي اللي فازت، لان هذا اللقاء ما هو الا استعراض للكرة المصرية واستعراض ل قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك. بنحيي لاعبي الفريقين الاهلي والزمالك، وبنحيي الجماهير اللي صاحبتهم النهارده، وبنحيي اللعيبه اللي التزمت بقرارات الحكم، وبنحيي الاجهزه الفنيه للفرقتين. جوهري ومستر هارس عملوا كل وسطهم بتغيير اللعب على فترات، ودي هي السمه بتاعه المصريين خارج الملعب. النهارده كانوا واجهه مشرفه سلوكا واداء، والنتيجه دي بتاعه ربنا اللي فاز بيها نادي الزمالك بهدف احرزه ايمن منصور في الدقيقه 41.